اهلا بكم على ضفاف نيلنا، وتحديدا في الجنوب والجنوب قوي كمان في قنا ودشنا والاقصر ونجع حمادي. بيعيش اخر احفاد الديناصورات الاحياء على وجه الارض، العملاق مخيف الشكل والغير مؤذي للبشر، الورل النيلي او الورن او الورنه زي ما بيسميه اهلنا في الصعيد، وهو موضوع فقرتنا النهارده. هو حيوان ممكن يكون من كتر الضخامه زي ما بنشوف على الشاشه خلت شكله مفجع ومخيف جدا. تخيل كده انك تشوف حاجه بين السحليه، بين البرص، بين التمساح، وطوله يمكن اكتر من متر ونص او مترين. تعالوا اقول لكم حكايه حفيد الديناصور وصديق الصعايده في الفقره دي. قبل 66 مليون سنه انقرضت الديناصورات من على وجه الارض بعد كتير يمكن من العوامل البيئيه، سريعا زي اصطدام نيزك ضخم بالارض، زي تغيرات كتيره مناخية عميقة خلت في ندرة شوية في غذاء الديناصورات. لكن الحقيقة مش كل الديناصورات اختفت، في أنواع انشقت من الديناصورات وبقت على وجه الأرض واتطورت كمان، من بينها الطيور والزواحف العملاقة، واللي كان بينهم الورل النيلي اللي بنتكلم عنه، واللي بيوصف بأنه يمكن من أسرع أنواع الزواحف على وجه الأرض. أهلنا في الصعيد توارثوا عن الفراعنة زي ما بنشوف كده في الصورة ورايا فكرة تحنيطه لطرد الأرواح الشريرة كما يقال. طيب، الورل النيلي يقدر انه يعوم بخفه وبرشاقه شديده جدا. يمكن زمايلنا الصعايده هنا من دشنا بيقولوا لنا انه احنا كنا بنعوم معاه واحنا صغيرين في الترعه. هو بيعيش فعلا على ضفاف نهر النيل، والترعه المشتقه كمان من النيل في الصعيد، وبيطلع كمان على البر احيانا علشان يصطاد غذائه. طيب، احنا عايزين نعرف هو بياكل ايه، بيتغذى على ايه. غذائه متنوع جدا، بين ناكل ضفادع، ابراس، يقدر ياكل كمان الفراخ، لكن وجبته المفضله دايما هي البيض. لذلك هو عدو كبير جدا للتماسيح، ولكن بشكل غير مباشر. ليه؟ لانه بيتغذى على البيض الخاص بيها من اعشاشها، كمان على صغارها احيانا. كمان عدو للتعابين لانه بيتغذى كمان على بيضها، وبيتغذى كمان على الاسماك، كمان بيتغذى على القوارض، على الفئران، وجي في الحيوانات الميته كمان. اما مواصفات كده شكليه عنه، طوله ممكن يكون متر و20 سنتي، ممكن يزيد لدرجه انه يوصل لمترين وربع. وزنه ممكن يكون بين 6 كيلو و15 كيلو جرام. لسانه كده مشقوق زي التعابين، وعنده حراشيف على ظهره، ورجلين قصيره، وبيعيش تقريبا عمره 15 سنه. الإناث بقى الصغيرة صغيرة الحجم ممكن تضع من 12 ل 24 بيضة، والكبيرة منها ممكن تضع من 40 ل 60 بيضة. وبيستغرق البيض عشان يظهر أو يتكون من 6 ل 10 شهور، وبتظهر الصغار بشكل رئيسي تقريبا من شهر فبراير وإبريل. وطبعا وزارة البيئة بتمنع تماما تداوله أو قتله، لأنه محمي بموجب قرار من وزارة الزراعة سنة 89 بحماية بعض الحيوانات البرية. غالبا كمان الورل طلع بيستخدم ديله في الدفاع عن نفسه. ديله بقى كبير جدا، ما تحبش بالتأكيد انك تاخد ضربة منه مفاجأة. طيب، الورل النيلي كمان غير مهتم بإيذاء الإنسان على الإطلاق، ولكن هو بيدافع عن نفسه ضد أي هجوم وبيفرقش. وهو كمان غير مهتم بإيذاء المواشي، لكن قادر على العض، قادر على الخدش، وبيمتاز زي ما قلنا بسرعة فائقة جدا تخليه قادر يوجه عضة أو خدش للمهاجم ليه. طبعا انت في غنى عن اي حيوان، وبالذات الورل، انه يعضك. وكائن بيتغذى طول الوقت على الفئران، على الحشرات، على جيف الحيوانات الميتة. لذلك فالصعايدة غالبا بيتجاهلوه تماما وهو ما بيضايقهمش، بالتالي ده افضل بالنسبة لهم. ولذلك نادرا لما تلاقي بلاغ من اي صعيدي ان الورل اعتدى عليه. طب الحقيقة كمان اننا شفنا ازاي بيتعامل الصعايدة مع الورل أو الورن باللهجة الصعيدية بمنتهى العادية، بيتعاملوا عادي جدا. لكن مش في كل الصعيد بيتعاملوا معاه بشكل اعتيادي أو اتعودوا عليه. الورل مثلا أثار ذعر ناس كتير جدا في أسيوط، الكلام ده في يناير اللي فات، بعد ما خرج من ترعة الملاح. الأهالي خافوا واتجمعوا وقتلوه، بلغوا الشرطة كمان. وساعتها وزارة البيئة خرجت ببيان قالت فيه لأهلنا في أسيوط: ما تخافوش يا جماعة، اخواتكم في قنا بيفسحوه، ده حيوان عادي جدا غير مؤذي. طيب، قبل كده بحوالي 5 سنين ظهر الورل في جامعة أسيوط، وكمان أثار الذعر نفس الكلام. وساعتها الجامعة خرجت بيان ووضحت فيه إنه يعني ده حيوان ما تقلقوش.
طيب كمان يمكن اللي حصل او اللي بيحصل مع الورل ده جزء من تقصيرنا احنا في معرفه طبيعه بيئتنا المصريه وحيواناتها المختلفه. خلي بالنا كمان ان الورل النيلي بقى زي ما كتير من ابنائنا المسافرين في الخارج بعض الامريكيين قدروا انهم يهربوا اعداد منه من افريقيا. كانوا متوقعين انه حيوان صغير وغير مؤذي ممكن يخلوه في البيت، لكن طبعا لما تشتري سحليه خلينا نقول طولها 20 سم لسه مولوده وتحطها في قفص ازاز، اكيد ما بتبقاش عامل حسابك لما تكبر ويبقى طولها 2 متر وربع. ولذلك بيلجأوا لاطلاقها في الطبيعه ليه؟ عشان تهدد بعد كده تماسيح فلوريدا مثلا وتهاجمها. علشان كده ادارات البيئه في الولايات المتحده الامريكيه طلبت من الامريكيين انهم ما يجيبوش الحيوان ده من زياراتهم لافريقيا وحتى دول منابع النيل، لانه زي ما قالت لهم اكيد مش هيسمي على اي قطه من بتاعتهم ويقدر بديله يديله ضربه واحده تجيب اجلها ويبلعها مره واحده. طيب دي كانت تغطيتنا عن حفيد الديناصور اللي بيعيش في مصر، الورل النيلي، خلينا نقول صديق اهل الصعيد. شكرا للمتابعه والى اللقاء.